السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو بقى مرة تشوفيني معاكي أختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي، ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا بقى نخش على الفيديو، فيديو تحفة. ويلا بينا بقى نخش على الفيديو بتاعنا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده المنظر بشع، يعني مش قادرة اقول لكم. هنغير بقى، ننقل السرير ده كده من مكانه، وهنظبط شوية حاجات، بس خليكم معايا للآخر. أول حاجة كده هلم الحاجة اللي على السرير دي كلها، عشان خاطر ايه؟ هجيب السرير مكان الكرسي والمكتب ده كده. فاهمين؟ أكيد فاهمين، يعني مش محتاجة وصفة. أنا بس يعني قلت أتشجع معاكم، وانتوا تشجعوني إن أنا أقوم أغيره في الجو التلجي دوت، وكده نتشجع من بعض يعني. فاهمين؟ أكيد فاهمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى، بالنسبه للرطوبه اللي عندي في الحيطه ديت، انا عايزه اجيب لها اللي هو الورق الحجري، ورق الفوم. فانا بعت سالت عليه على جروب كده على الفيس، قالوا لي هيدوني 25 فرخ، 25 اسمه فرخ تقريبا، ب1500. لو حد قدام منه جروب أرخص شوية يا ريت يعرفني، لأن الأوضة هتاخد معايا مساحة جامدة يعني. متهيألي كده هتخش مثلا في 40 فرخ ولا حاجة. فلو حد قدامه حد أرخص يا ريت يعرفني، وقولولي بقى بالنسبة للورق الحاجة دي أحسن، ولا اللي هو اللوح اللي هو زي الأبلكاش دوت. أنا قدامي دوت وقدامي دوت، بس لسه محتارة. إن شاء الله نعملها قبل العيد، قبل رمضان كده، ونجدد الأوضة كلها مع بعض، ونجدد الشقة كلها مع بعض. زي ما انتوا عارفين دي شقة والدتي، فطبعا يعني ناس بتوع زمان دول فاهمين أكيد فاهمين. غيرت أنا بقى السرير لما كان كده بالطول جبته بالعرض، وهجيب الكرسي هنا جنب منه كده، بس نكنس تحتيه الأول. أنا حتى مش عايزة مثلا أسيق ولا كوب مية، عشان مش هتنشف عندي بسهولة. فاهمين؟ كده ولا كده السيراميك نضيف خلاص، فمش عايزة كوب مية عشان خاطر مش هتنشف بسهولة معايا. جبت بقى الكرسي هنا كده، وهنفضه تنفيضة كويسة، هفرش عليه المفرش بتاعه دوت. عايزين كمان ننزل نجيب كفر الانتري ده غير اللون دوت، يعني نغير كده اللون ده. اصبروا بس، واحدة واحدة هنعمل كل حاجة ان شاء الله. هو بصراحة يعني انا يعني هم بصوا، هو مش حامل انتري. كده كده الانتري عندي بقاله حوالي 12 سنة 13 سنة، بس مغير شكله. فاهمين؟ اما رحت انجد الانتري قالوا لي مبلغ مهول بصراحة، فماله الكفر بيغير شكله، وكل شوية نغير الشكل كده. جبت بقى الدفاية دي افرشها على السرير كده، وانا لما بفرش دفاية ما بفرشش تحت منها ملاية، هي الدفاية بس. تمام، مش محتاجة تحت منها ملاية يعني. فاهمين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. قلت اشارك كده معاكم فيديو كده، ايه ترتيب الأوضة بس كده وتظبيطها، ماشي، وان احنا بس نشجع بعض. فاهمني؟ بس مش هعمل اكل بقى، هنعمل تحلية حلوة كده في الاخر. وقضيتها يوميها سندوتشات، لاني كنت فعلا مش قادرة. الكفر ده بقى اتوسخ، عايزة اشيله كده واغسله، بس مش اليومين دولت يعني، عشان اليومين دولت شتا جامد، فمش هينفع ان انا اشيله واغسله، مطر جامد قوي عندنا في اسكندريه. وهلم بقى كل الحاجات اللي انتوا شايفينها على الكنبه دي، وبرضه هنفض الكنبه وهفرشها، وهنظبط بقى الدنيا دي. طبعا البطاطين الدفات اللي انا لميتها، طرحتي كده يعني، لان انا دايما الطرحه لازم تبقى جنبي جنب الباب كده، عشان ان انا مثلا لو حد خبط احط الطرحه على شعري، واطلع اشوف على طول اللي خبط مين او كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ال- الحتت اللي انا فرشاها على الانتريه ديت بتتفرش على الوشين. دي انا كنت شارياها من كفر الدوار، ما كانتش غالية خالص. كانت الحتة يعني القطعة كانت جايباها تقريبا ب60. ويوميها جبت قطعتين دي، والقطعتين اللي مفروشين على الكرسي دول كانوا قطعة واحدة، وانا قصيت اهو كده. ظبطت الدنيا بقى يعني، وتمام الحمد لله. نكنس بقى الأرضية ونفرش سجادة اليومين دولت. أنا لما السجاد كله عشان هنغسله مع بعض إن شاء الله، عشان خاطر فرش رمضان يعني وكده. كل سنة وانتم طيبين. فأنا بغسل السجاد كله قبل رمضان، وطبعا أنا عندي غيرين سجاد،
غيار بافرشه في رمضان مع فرش رمضان واللعب وكده، وفرش بافرشه في العيد. تمام. هافرش بقى البطانية دي، كنت هاقول لكم البنطانية. البطانية دي كده برضه لايقة شوية يعني مع اللون، فاهمينّي؟ وخلاص على كده بقى، كده خلّصت أهوّة الأوضة تمام، اللهم بارك، الحمد لله يا رب. وأهوّة بُصّوا شايفين بقى، مش قادرة أقول لكم الاسترخاء اللي أنا كنت حاسة بيه وأنا مخلّصة كل اللي ورايا كده، ونزّلت الستارة كده ورا المكتب دوّة، وأنا باحط لهم المكتب ده هنا جنب السرير زي الكومود يعني. تمام. وكده بقى خلّصت كلّه تمام الحمد لله. تعالوا بقى مش هنخلّص وإن إحنا مش هنعمل لهم عشا ومش هنعمل لهم حاجة حلوة كمان، ده إحنا كده نبقى بُرَد أوي. بس بصراحة أنا كنت باعمل باستعجال. عملت إيه، جِبت البطاطا كده وقطّعتها ونزلت عليها بشوية سُكّر. أنا عادةً باحلّي السُكّر مع اللبن مع المَيّة، باحطّهم ال3 على بعض كده وأقعد أقلّب فيهم. آآ هنا ما حطيت كلّه على بعضه من كتر ما أنا كنت خلاص بقى أنا فصلت، لإن أنا أصلًا الصبح كنت في مشوار وجيت ورُحت مشوار ونزلت السوق، فاللي هو أنا فصلت خلاص، فأنا باعملها لهم عشان أراضيهم. فرُحت حاطة السكر وحاطة المَيّة وحاطة اللبن وخلاص كده ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. ورُحت بقى حاطاها على النار. أهو بُصّوا قلّبتها كده في بعضها وهي طبعًا على النار، السكر ساح وكل حاجة أهو دخلت في بعضها، ولدرجة إن أنا ما غرفتلهمش، قُلت لهم اغرفوا أنتم، دلوقتي أستودعكم في الله الذي لا تضيع